السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم حلويات تيمة. اليوم غادي نشارك معكم صابلي مميز بزاف عليه خريطة المغرب وشعار المملكة المغربية، باش نبينو حبنا الكبير لوطننا الحبيب من طنجة للقويرة. هاد الحلوة بسيطة في المكونات ولكن كبيرة في المعنى، حيت كتمثل جزء من حبنا وانتمائنا لبلدنا وللصحراء المغربية، وهذا تعبير بسيط على الحب الكبير لوطننا العزيز. هاد الحلوه كتحمل فكره جميله، حيت كنحتفلوا بترابنا الغالي من الشمال للجنوب. هاد الصابلي ماشي غير حلوه، هو رمز حبنا الكبير لبلادنا الغاليه وتعلقنا بالوحده الترابيه ديالها. تابعوني خطوه بخطوه ونتمنى يعجبكم هاد العمل البسيط اللي كيحمل معاني كبيره في قلوبنا، ونخليو روح الوطنيه حاضره حتى في الحاجات البسيطه بحال الصابلي. الله ينصر سيدنا ويحفظوا لينا، الله يحفظ بلادنا وصحراؤنا مغربيه، وعاش الملك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوه حتى الاخير. الى عجبكم خليو لي تعليق، بارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم، وغنخليكم باش تشوفوا معايا كيفاش قدرت نزين الصابلي، وتشوفوا معايا كذلك طريقه باش كنخدم العجينه ديال الصابلي اللي كنخرج من الوراقه. وغنعطيكم واحد السر اللي غيخلي العجينه تنجح معكم من اول تجربه. وهانتوما كتشوفوا معايا راه كنطلق العجينه فوق سطح العمل بلا ما نطلق العجينه ديال الصابلي بين جوج بلاستيكات. ودابا غادي نمشيو باش نحضروا الوصفه ديالنا. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده نباتيه وتكون بحراره المطبخ. غادي نضيف عليها كاس ديال سنيده او حبيبه السكر، سنيده تكون رقيقه. انا كنخدم بهاد السنيده هذه هي باش كنخدم دائما، السنيده ديالها كتكون رقيقه بزاف ما كتكونش غليظه. هاد الصابلي اللي غادي نشارك معكم راه كيجي مقرمش. ضفت هنا قبيصه ديال الملح كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نخدم الزبده مع سنيده مزيان. هنا الا بغيتوا الصابلي يجيكم مقرمش خدموا بسنيده، سنيده راه كتخلي الصابلي كيجي مقرمش بزاف. انا مره كنخدم مسكر كلاصي، مره كنخدم بسنيده، غير هنا كما قلت لكم السنيده خصها تكون رقيقه. الا كانت سنيده غليظه ضروري كطحنوها واحد شويه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخدم الزبده مع سنيده حتى كندخل السنيده في الزبده ديالي مزيان وكيندمجوا ليا مع بعضياتهم. عاد غادي نضيف نصف كاس ديال زيت نباتيه. هنا الزيت ما تكثروهاش، حيت هنا غادي نخدموا الصابلي اللي غادي نخدموا بالوراقه او اللي غادي نخرجوه من الوراقه. انا كما شفتوا معايا ضفت نصف كاس ديال الزيت. غادي نخدم مزيان الزبده مع الزيت والسنيده حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. يعني الا خدمتوا بزبده حيوانيه ما ديروش الزيت، كتخدموا هي بالزبده الحيوانيه اولا زبده سبيسيال. صافي هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلت الزيت في الزبده وفي الخليط ديالي غادي نضيف 2 معالق كبار ديال بودره اللوز، وضفت معلقه كبيره ديال الكليكوز. غادي نخلط المكونات يعني كيف ما كتشوفوا معايا. عاد غادي نضيف 2 بيضات. انا كما كتشوفوا معايا غادي نضيف 2 بيضات. هنا بالنسبه لهاد العجينه هذه كتقدروا تخدموها في العجانه اولا تخدموا بالهاشوار، كيبقى لكم الاختيار. انا من الاحسن خدموا بالعجانه، انا كنفضل نخدم بيديا. صافي هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما نخلط الخليط ديالي مزيان غادي نضيف السر اللي غيخلي العجينه تنجح معكم واللي ضروري منه، وهو 4 كاس ديال الماء. انتما كتشوفوا معايا الماء ديال الروبيني ما يكونش دافي ما يكونش سخون. الماء ديال الروبيني كنضيفوه على العجينه ديالي، وهو اللي غادي يخلي العجينه تشد راسها، وملي نديرها في الوراقه اولا ملي ندوزها من الوراقه ما تفرتتش ليا. وهنا كتقدروا تعوضوا الماء ب4 كاس ديال الحليب اولا مزر، كيبقى لكم الاختيار. يعني هاد 4 كاس ديال الماء ضروري منه، هو اللي غيخلي العجينه تنجح معنا. انا كما كتشوفوا معايا من بعد ما دخلت الماء في العجينه ديالي غادي نضيف 800 غرام ديال الدقيق الابيض. انا عندي هنايا الدقيق معبور، وغالبا هاد الكميه راه كتدخل ليا 800 غرام ديال الدقيق. هنا الدقيق ما كندلكوش، كنجمعوا بهذه الطريقه هذه. انتم كتشوفوا العجينه راه دخلت ليا 800 غرام ديال الدقيق. غادي نجمع العجينه ديالي. انتم كتشوفوا من بعد ما دخلت فيها الدقيق غادي نقسمها وغادي نشكل منها حرابل. غادي نوضعهم في البلاستيكه وغادي نخلي العجينه ديالي ترتاح، وحتى الا خليتوها تبات يكون احسن. انا غادي نخليها ترتاح واحد ساعتين، عاد غادي نخرجها ونطلقها في الوراقه. هاد الطريقه اللي شاركت معكم راه عمليه وزوينه،
وغتنفع بزاف ديال الاخوات اللي ما كيعرفوش يورقوا الصابلي ما كيجيهمش قد قد، وحده كتجي غليظه وحده كتجي رقيقه، ولكن الا خرجتوا العجينه ديال الصابلي في الوراقه، الصابلي راه كيجيكم قد قد، كيكون عنده نفس السمك. انا هنا غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح وغنمشيو باش نشوفوا الارابيسكات اللي غادي نخدموا بهم. عندنا هاد الارابيسك اللي فيه شعار المملكه المغربيه، الله ينصر بلادنا والله يحفظها. هاد الشعار هذا كيجي واعر، خدمته سهله، وكيعطينا واحد المنظر هائل للصابلي ديالنا. وعندنا هاد الارابيسك اللي فيه الخريطه ديال بلادنا، وفيه كذلك النجمه ديال العالم المغربي، ومكتوبه كذلك المملكه المغربيه الشريفه، الله يحفظها من كل شر، الله يخلي لنا بلادنا. وهنا كما كتشوفوا هاد الصابلي راه كيرمز لحبنا الكبير لوطننا الحبيب. وعندنا هنا كما كتشوفوا المراشم اللي كيجيو مع هاد الارابيسكات هادو. كاين هاد المرشم المربع، وهو اللي غيجيكم مع الارابيسك، هانتوما كتشوفوه معايا غيجيكم قد قد معاه. وكاين هاد المرشم الدائري، وهو اللي غيجيكم مع الارابيسك اللي فيه شعار المملكه المغربيه، هانتوما كتشوفوا معايا حتى هو راه كيجيكم قد قد معاه، يعني ما تحتاجوش تزوقوا الجناب ديال الصابلي. صافي هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نمشيو باش نطلقوا العجينه ديالنا. من بعد ما خليتها ارتاحت واحد الساعتين، العجينه ديالي كنخليها في البلاستيكه وكنعاود نرجعها للثلاجه. وهنا كناخذ العجينه ديالي كنقسمها، كنرش سطح العمل بالدقيق. غادي نطلق العجينه ديالي كما كتشوفوا، ما غندير لا بلاستيكه لا والو، هانتوما كتشوفوا كتخدموا غير شويه بشويه، ما كتكثروش العجينه ديالكم. وصدقوني هاد الطريقه راه مسربيه، واللي مهم هو الصابلي كيجيكم قد قد، ما كتلقاوش واحد غليظ وواحد رقيق. هنا كنقاد العجينه ديالي مزيان وكنطلقها، كنعطيها الطول كما كتشوفوا معايا. غادي ندوزها من الوراقه. انا في الاول كندوزها من رقم 5، يعني الا بغيتو الصابلي يجيكم غليظ ما بغيتوش تلاصقوه راه كدوزوها من رقم 5. وانا هنا باقي غادي نعاود ندوزها من رقم 3، بغيت الصابلي يجيني رقيق. نرى كل وحده والوراقه ديالها، كل وحده والارقام اللي عندها في الوراقه. انا غادي نعاود ندوزها من رقم 3، نتوما كتشوفوا معايا. وانا كما قلت لكم اللي زوين في الوراقه هو الصابلي كيجيكم قد قد، يعني كيكون عنده نفس السمك، ما كتلقاوش المشكل في الصابلي ديالكم. انا كما كتشوفوا غادي نطبع العجينه ديالي بهذا المرشم هذا، انتما كتشوفوا معايا. والعجينه هنا راه ما كتلصق ما والو. الا العجينه عندكم مرخوفه بزاف وخفتوا تلصق لكم فوق سطح العمل، طلقوها بين جوج بلاستيكات. انتما هنا كتشوفوا كيبان لكم الصابلي راه كيجي رقيق، شفتوا كي كيكون السمك ديالو. هادشي هذا هو اللي كيكون زوين في الوراقه. هانتوما كتشوفوا كنهز الصابلي ديالي بكل سهوله، ما كيلصق ما والو. ونرشو سطح العمل بالدقيق. هانتوما كتشوفوا الصابلي ديالي غادي نستفو في الطاوه اللي كنفرش فيها السيلباط اولا الشبكه ديال الصابلي. وهنا كنجمع العجينه بهذه الطريقه هذه، ما كنكمشهاش، كنحط شي فوق شي وكنعاود نحط عليها عجينه جديده وكنطلقها من جديد. هانتوما كتشوفوا معايا. انا الصابلي راه الحجم ديالو كيبقى كما هو، الصابلي ما كيتنفخ ما كيعوج ما والو. انتما كتشوفوا يعني داك 4 كأس ديال الماء هو اللي كيخلي العجينه تنجح معكم. كنعاود نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وكنعاود نطبع العجينه ديالي. هانتوما كتشوفوا معايا. صراحه الخدمه بالوراقه اسهل ما يكون، وكتقدروا تحضروا كميه اللي كثيره في وقت سريع، والصابلي كيجيكم هو هذاك في القياس ديالو. فهاد الاثناء كنكون شاعله على الفران، كنخليه كيسخن مزيان، كنعمر الطاوه ديالي وكندخلها للفران. هانتوما هنا كتشوفوا راه كنهز الصابلي غير البديه، ما كيلصق ما والو. واخا كنحط شي فوق شي الصابلي ما كيلصقش. هانتوما كتشوفوا معايا. يعني كما قلت لكم 4 كأس ديال الماء راه كيخلي العجينه تنجح معكم. الصابلي ما كيتلصق ما كيوقع ليه حتى حاجه، واخا دلكوه راه ملي كتدخلوه للفران ما كيتنفخ ما كيعوج ما كيوقع ليه والو. كما كتحطوا الصابلي كتخرجوه. صافي انا كما غتشوفوا معايا غادي نعاود نطلق العجينه وغادي نعاود نطبع بالمرشم الدائري، المرشم ديال الكوكياجه. وباش غادي نعاود نطبع، غير هنا ضروري كيخصكم ترشوا سطح العمل بالدقيق، ضروري كديروا الدقيق. هنا كنقاد العجينه ديالي مزيان، يعني كما كتشوفوا معايا العجينه كيخصها تكون طويله، يعني كنعطيها الطول ماشي العرض. انتما كتشوفوا كنخرجها
من الوراقه، كنرش سطح العمل وكنبدا كنطبع. انتم غتشوفوا معايا. وهنا كما قلت لكم نتوما راه كتحكموا في السمك ديال الصابلي ديالكم اولا ديال العجينه. بغيتو يجيكم غليظ راه كتخدموا على حسب الماكينه ديالكم، بغيتوه رقيق راه كترققوه. غير نتوما كتمشيو على واحد السمك، يعني كتقادوا الماكينه ديالكم وكتلقوا العجينه وكتمشيو على سمك واحد اولا على رقم واحد باش الصابلي كيجيكم قد قد. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نستف الصابلي ديالي في الطاوه. انتم كتشوفوا السمك ديالو راه كيجي رقيق. صافي هنا كما كتشوفوا معايا غادي نستف الصابلي في الطاوه وغادي نعاود نطلق العجينه الاخرى حتى كنكمل الكميه اللي عندي. غادي نطيب الصابلي ديالي كما قلت لكم على عافيه، تكون مهيله. دائما الصابلي كنطيبوه على عافيه مهيله، الفران ما يكونش مجهد، يعني كنخلي الفران حتى كيسخن مزيان. كندخل الصابلي ديالي وكنخليه كيطيب على عافيه مهيله، غير كيتحمر الصابلي وكيتذهب اللون ديالو. بغيتو يكون محمر كتخليوه يتحمر، بغيتو غير يتذهب راه كتخليوه كيتذهب كتخرجوه. انتم هنا كتشوفوا من بعد ما عمرت الطاوه الاولى غادي ندخلو للفران وغادي نخلي الصابلي ديالي يطيب على خاطر خاطرو. وغنمشيو باش نلونو الشوكولاط الابيض غادي نحتاجو الملون اخضر ويكون لاكي، يعني ضروري الملون يكون خاص بالتلوين ديال الشوكولاط الابيض. وعندي هنايا ملون احمر، هانتوما كتشوفوا سميت لاكي راه باينه مكتوبه. وغادي نحتاجو الزيت نباتيه والشوكولاط الابيض. هنا كيف ما غتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد شويه من الملون الاخضر. نتوما انا راه كتحكموا في الدرجه ديال اللون. كنضيف معلقه صغيره ديال زيت نباتيه كنخلطهم مزيان كما كتشوفوا معايا. هنا كنخلط ولا بان ليا اللون خفيف كنعاود نزيد اللون حتى كنحصل على الدرجه اللي بغيت. غادي نضيف هنايا الشوكولاط الابيض كما كتشوفوا معايا. هنا خدموا باي نوعيه بغيتو، خدموا بكالا ولا خدموا باطا كلاصي، كيبقى لكم الاختيار. انا كما كتشوفوا معايا غادي نخلط الشوكولاط مع الملون والزيت. هنا الزيت ضروري منه، علاش؟ انا ملي كنخلطوا الملون مع الزيت الملون دغيا كيتطلق لينا، ولا درنا الملون في الشوكولاط مباشره الملون كيتحبب وكيعطينا واحد المنظر خايب للشوكولاط ديالنا. هنا ضروري كتخلطوا الزيت مع الملون هو الاول. هنا كما كتشوفوا غادي نعاود نلون الشوكولاط الابيض بملون احمر. هنا كما كتشوفوا وضعت القليل من ملون احمر، ضفت معلقه ديال زيت نباتيه وغادي نضيف الشوكولاط الابيض. يعني كنلون بنفس الطريقه وكنقدر نخدم بجميع الالوان. انا غير كيخص الملون يكون خاص بالتلوين ديال الشوكولاط الابيض. انا بالنسبه للدرجه ديال اللون نتوما راه كتحكموا، كتضيفوا الملون شويه بشويه حتى كتحصلوا على الدرجه اللي بغيتو. انتم كتشوفوا حصلت على لون احمر. وهنا راه ملي كيبرد الشوكولاط اللي كنلونو راه كيولي بحال الشكل ديال العجين. هنا كما كتشوفوا دفيت الشوكولاط اللي لونت ملون اخضر، وهنا غادي نوضع الشوكولاط ديالي في السيليكون. هنا ضروري كندير هاد العمليه هادي باش كيسهل عليا نخدم في الارابيسك. انا غادي ندخل السيليكون للثلاجه وغادي نخليه حتى كيبرد ليا الشوكولاط وكيقسح، عاد كنخرجوه. هانتوما كتشوفوا غادي نزولو بهذا الشكل هذا وبهذا الشوكولاط هذا هو باش غادي نخدم وغادي نلون الارابيسك ديالي. انا كما كتشوفوا الارابيسك الاول هو هذا. كناخذ الشوكولاط اللي لونته ملون اخضر وهنا غادي نلون النجمه ديال العالم المغربي كما كتشوفوا، وغادي نلون كذلك الكتابه اللي فيها المملكه المغربيه الشريفه. انتم كتشوفوا يعني كنخدم في الارابيسك بهذه الطريقه هذه. وكتقدروا هنايا تلونوا الكتابه بلون مغاير، يعني النجمه تكون بالاخضر والخريطه بالاحمر والكتابه تقدروا تلونوها باللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. انتم كتشوفوا انا هنا غير كنوري لكم الطريقه باش كتخدموا في الارابيسك. هذا الارابيسك راه جديد وارابيسك مغربي 100%، وراه باين باللي مغربي من النجمه والعالم المغربي. يعني كما كنقول لكم دائما الارابيسكات باش كنخدم والمراشم راه صنع مغربي 100%. هنا كما كتشوفوا كنزول الفائض اللي عندي ديال الشوكولاط وكنمسح ورق المطبخ. انتم كتشوفوا معايا يعني كنخدم بهذه الطريقه هذه باش هنا كنحاول ما نوصلش الملون الاخضر للخريطه. يعني انتم كتشوفوا معايا كنقي الارابيسك ديالي بهذه الطريقه والخدمه فيه راه ساهله. انتم كتشوفوا معايا يعني كنزول الشوكولاط الاخضر بهذه الطريقه هذه، يعني طريقه بسيطه وسهله. وكنمسح الفائض اللي عندي في ورق المطبخ.
هانتوما كتشوفوا معايا، لان الكميه ديال الشوكولات اللي كنحيد راه كتكون قليله ماشي شي حاجه اللي كثيره. صافي هنا كنمسح الاربيسك ديالي مزيان، كنقيه كنمسحو مزيان كما كتشوفوا معايا انتما كتشوفوا. وهنا الا كيبان ليا واحد شويه ديال اللون داخل ليا لوسط الخريطه راه كنحيدو بالكيغدون كما كتشوفوا معايا. يعني راه كتكون شي حاجه اللي قليله اللي كتدخل هي في الجناب ديال الخريطه. وهنا ضروري كيخصني نمسح الخريطه من الملون الاخضر، لان الخريطه غادي نعمروها بالشوكولات اللي لونها بملون احمر انتما كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما كنقي الارابيسك ديالي كنعمرو بالشوكولاط الاحمر اللي كنوضع في البورش كما كتشوفوا معايا. انا كنعمر الخريطه ديالي انتما كتشوفوا. الطريقه باش كنخدموا في الارابيسك راها سهله ما صعيباش، وحبنا الكبير لوطننا العزيز وملكنا الله ينصرو ويحفظو تاج فوق راسنا هو اللي كيخلينا نبدعوا ونخدموا حوايج بساط ولكن عندهم معنى كبير. حبنا لبلادنا وسيدنا الله ينصرو ويشافيه ويخليه لينا ويحفظ بلدنا، وديما المغرب شامخ وامين من طنجة لقويره. انتما كتشوفوا عمل بسيط ولكن عنده واحد المعنى اللي كبير، واحد المعنى اللي كيعبر على الحب ديالنا لبلادنا ولوطننا. انتما كتشوفوا حب المواطنه راه كيبان من الخدمه ديال اي واحد، وحتى المعلم اللي خدمنا الارابيسك الله يعطيه الصحه تبارك الله خدم ارابيسكات واعرين. وكما كنقول لكم دائما الارابيسكات باش كنخدم راه منتوج محلي صنع مغربي، وكذلك المراشم اي حاجه قلت لكم راه ديالنا وراه صنع مغربي ثقوا بيا وعرفوا بان راه منتوج محلي ماشي ديال الشينوا ماشي ديال شي دوله اخرى. وخير دليل هو الارابيسك الملكي. صراحه هذا الارابيسك غادي نسميه الارابيسك الملكي، الارابيسك اللي كيحمل شعار المملكه المغربيه، والارابيسك اللي كيحمل كذلك الخريطه ديال المغرب وكذلك العالم المغربي ديالنا. انا كما كتشوفوا غادي نعمر الارابيسك بالشوكولاط الابيض يعني بنفس الطريقه باش كنخدم في الارابيسكات انتما كتشوفوا معايا. صراحه الارابيسكات واعرين فنين وزوينين في الخدمه ديالهم، وكذلك الصابلي جا اكثر من هائل، غير المنظر ديالو خطير، صابلي ملكي بمعنى الكلمه. صافي هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كنوضع الشوكولاط في الارابيسك ضروري كنحركو باش كيتقاد ليا الشوكولاط وكيتسطح. وكنبقى غادا بنفس الطريقه كنوضع الشوكولاط كنحرك الارابيسك. وهنا من بعد ما نعمر الارابيسك غنخليه واحد شويه عاد غادي ندخلو للثلاجه. من بعد ما ندخلو للثلاجه غادي نمشيو باش نخدموا الارابيسك اللي فيه شعار المملكه المغربيه. هنا كما كتشوفوا كناخذ الشوكولاط اللي لونت ملون اخضر وحتى هو كنخدموا بنفس الطريقه كندوزو على الشعار كما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه باش كنخدموا في الارابيسك صراحه طريقه سهله عمليه ومسربيه. وهنا غادي نمسح الارابيسك ديالي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. صافي هنا من بعد ما نمسح الارابيسك ديالي كنقيه مزيان كنغطيه وغادي نعاود نعمرو بالشوكولاط الاحمر. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نعمر الارابيسك. هنا الا رديتوا البال الشوكولاط اللي كنلونو بالملون راه دغيا كيقصح كيجلس واحد شويه كيقصح كيولي بحال الشكل ديال العجين. انتما كتشوفوا معايا هنا كنخدم بسرعه، وانا الا قصح لكم الشوكولاط كتعاودوا تدفيوه اولا كتذوبوه في حمام مائي. هنا ملي كنعمر الارابيسك ضروري كنحركو انتما كتشوفوا معايا. صافي هنا غادي نعمر الارابيسك غادي ندخلو للثلاجه وغادي نخليه حتى كنبغي نزين الصابلي عاد كنخرجو من الثلاجه. صافي هنا كما كتشوفوا معايا غادي نزينو الصابلي ديالنا. خرجت الارابيسكات من الثلاجه غادي نزول لي موتيف شوكولا. انتما كتشوفوا الشكل ديال الموتيف كيبان واعر كيبان هائل. انا هنا غادي نزول لي موتيف غادي نخليهم جانبا. هنا كتشوفوا الموتيف اللي فيه الشعار ديال المملكه صراحه جا اكثر من هائل. وهنا غادي نزول الموتيف اللي فيه الخريطه ديال المغرب حتى هو كيبان الشكل ديالو واعر كيبان زوين صراحه. لي موتيف جاو فنين. صافي هنا غادي نزول لي موتيف وغادي نمشيو باش نلصقوا الصابلي ديالنا ونلصقوا لي موتيف فوق من الصابلي. انتما كتشوفوا الموتيف اللي فيه الخريطه كيبان واعر الشكل ديالو خطير. انتما كتشوفوا صراحه الصابلي كيستحق التجربه وتخدموه. الشكل ديالو كيبان واعر كيبان هائل. وهذا الصابلي ديالي من بعد ما كملت الطياب ديالو هانتوما كتشوفوا واخا دوزتو من الوراقه
الشكل ديالو كيبقى كما هو، ما كيعواج ما كيتنفخ ما حتى حاجه. غادي نلصق الصابلي ديالي بالكريمه ديال الفخيز، وهي هذه كما كتشوفوا معايا كريمه واعره، صدقوني خطيره في المذاق ديالها، كتجي بنينه ولذيذه. جربوها. بالنسبه لهاد الكريمه هذه بغيتو تلصقوا بها بوحده راه كتلصقوا بها، بغيتو تخلطوا مع شويه ديال النباج راه كيبقى لكم الاختيار. هي راه كتلصق غير بوحدها، ما تحتاجوش تضيفوا النباج. انا كنخدم بها بوحدها. كناخذ الكريمه ديالي كنوضعها في البوش كما كتشوفوا معايا، كنحطها فوق من الصابلي. هذه راه كريمه ما ضفت عليها حتى حاجه، الكريمه بوحدها هي باش لصقت. صراحه كتعطينا واحد المذاق خطير للصابلي ديالنا. كنعاود نحط الكريمه من الفوق باش غنثبت لي موتيف شوكولا. انتم كتشوفوا صراحه صابلي ملكي، صابلي هائل، واعر في الشكل ديالو وفي المذاق يا سلام، كيجي بنين ولذيذ. هنا كما كتشوفوا معايا كنوضع الكريمه فوق من الصابلي باش غادي نثبت الموتيف، وهانتوما كتشوفوا الصابلي جا اكثر من هائل. الا كتبغيو جديد في عالم الحلويات ما عليكم يتبعوا قناتي، وغتلقاو فيها كل ما يخص عالم الحلويات. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو في الفيديو القادم بحول الله.